السلام عليكم. الحقيقة المنتخب المغربي ما نجحش بس بانه قدر يحقق اكبر انجاز ونجاح في تاريخ الكرة العربية والافريقية وبس. المنتخب المغربي قدر يقدم نفسه للعالم كله وباكتساح. ببساطة قدر يقدم نفسه للعالم العربي كأفضل سفير للثقافة الإسلامية والعربية. لاعيبة المنتخب قدمت مشهد هايل ومذهل بصراحة، مشهد حقيقي بيظهر اهتمامهم ببر الوالدين ومبدأ احترام الأسرة والعيلة ودورها الكبير في الإنجاز والمعنى الحقيقي للقيم الإنسانية اللي تقريبا بتميز الشعوب العربية عن بعضها. صور اللاعبين أثناء احتفالهم مع آبائهم وأمهاتهم مشهد مهيب من وجهة نظري، وبالفعل المشهد ده أثار إعجاب العالم كله بما فيهم العالم الغربي. صور فن بتعبر إن الإنسان لا تتجسد فيما يصل إليه من تقدم مادي ورفاهية وغيرها، بل تمكن في ترويض شهواته ورغباته مع فطرته الطبيعية في الانحناء للوالدين والاعتناء بيهم وحضورهم حتى في أوقات الفرح والسعادة. رسالة من أعظم الرسائل الجميلة اللي أرسلت في المونديال ده. والشيء الأجمل والأروع إن كل الصحافة والإعلام على مختلف الدول العربية اتكلمت عنه وعن عظمة وجمال الرسالة دي. رسالة إنسانية عظيمة لكل أسر العالم العربي. معناها باختصار إن الوالدين لما بيكبروا في السن ويفقدوا قوتهم وكتير من صحتهم لازم ولابد إن هما يكونوا بين أحضان أولادهم، وده الحقيقة أبسط حقوقهم أيا كان الوقت والظروف. وهي دي الرسالة اللي بتمنى حقيقي إن كلنا نستفيد منها وننفذها. أتمنى إن احنا ننفذها. السلام عليكم.